عندما سئل الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش عن الفيلم المفضل له قال فيلم العراب. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. إن سلوك الكاوبوي في الأفلام الغرب الأمريكي لا يختلف كثيرا عن استراتيجية البيت الأبيض الدبلوماسية والتي انعكست في كثير من الأحداث والملفات، فهو يحب القوة وممارستها علنا ولو من قبيل الاستعراض، ولا يحترم إلا الأقوياء، ولا تستطيع أن تتنبأ برد فعله إلا بناء على قراءة جيدة لمصالحه الشخصية، وبالتالي فهو مزدوج المعايير. من يحبه اليوم ويعقد الصفقات معه قد ينقلب عليه في الغد. الكاوبوي الأمريكي أيضا يتعامل باحترام ووفق القانون داخل بيته، وفي الخارج يمارس العربدة على الآخرين، فيتنصت عليهم تارة ويرسل أساطيله في عرض البحر للتلويح بالقوة تارة أخرى، ظنا منه أنه شرطي العالم. وإذا قفزنا إلى الفترة الحالية التي يعيشها البيت الأبيض مع الرئيس أوباما في ولايته الثانية، فسنجد أنه اختار زميلين سابقين له في مجلس الشيوخ لإدارة وزارتي الخارجية والدفاع، وهما جون كيري وتشاك هاجل، وكلا الرجلين له تجربة كبيرة في حرب فيتنام، وهذا ليس مجرد صدفة بالتأكيد. إنها قليل من كلتيهما. لا أعتقد أنها مصممة بشكل خاص على مقاس أهمية الدروس التي يمكن استخلاصها من فيتنام، ولكنها من ناحية أخرى كانت بالتأكيد حلقة رئيسية في مؤامرة أمريكا على نطاق عالمي، وبهذا المعنى كل منهما متميزة في ذاتها، وهما معا لهما على الأرجح من الحكمة ما يكفي لاستخلاص بعض الدروس الواسعة. عندما تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الآمال معلقة حول إصلاح أخلاقي وديمقراطي حقيقي يقوم به في الدبلوماسية الأمريكية ليحقق المسؤولية الأخلاقية لأمريكا تجاه ما تنادي به من مثل وشعارات. وكم كان خطابه واعدا عندما جاء لمصر زائرا ووقف على عتبات مسجد ومدرسة السلطان حسن في رمزية لحوار الحضارات والثقافات الذي ساد بعد أحداث 11 من سبتمبر. كانت هذه الزيارة في حقيقتها مغازلة لتيار الإسلام السياسي في العالم العربي وخاصة لمصر، والتي خرجت من رحمها أول جماعة لهذا التيار في عشرينيات القرن الماضي. أنا أيضا أعرف أن الإسلام كان دائما جزءا من القصة الأمريكية. إن أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة بلدي كانت المغرب، وبتوقيع اتفاقية طرابلس عام 1776 كتب الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية جون آدمز أن الولايات المتحدة لا تكن أي تضغينة ضد قوانين أو سماحة الدين الإسلامي والمسلمين. ومنذ تأسيس بلادي ساهم المسلمون الأمريكيون في إثراء الولايات المتحدة. لقد قاتلوا في حروبنا وخدموا في حكوماتنا ووقفوا بجانب حقوقنا المدنية وعملوا في المجال التجاري ودرسوا في جامعاتنا وسطع نجمهم في الساحات الرياضية وفازوا بجوائز نوبل وساهموا في بناء ناطحات السحاب وأشعلوا الشعلة الأولمبية. وعندما
انتخب أول أمريكي مسلم في الكونغرس الأمريكي، ووضع يده على القرآن الكريم وأقسم اليمين لحماية الدستور على نسخة من المصحف الشريف تعود إلى ملكية توماس جيفرسون، واحد من آباء المؤسسين، وكان يحتفظ بها في مكتبته. آثم من يعتقد أن دعم الولايات المتحدة لجماعة الإخوان كان دعما ديمقراطيا تحت حجة شرعية الصندوق والربيع العربي المزعوم. لقد دعمت أمريكا مشروع الإسلام السياسي قبل وبعد ما يسمى بثورات الربيع العربي لهدف واحد طويل المدى راسخ في الفكر السياسي الأمريكي، وهو محاربة القومية العربية، مكافحة الكرامة العربية والمقاومة الممنهجة والمستميتة للتوحد العربي تحت أي مظلة. ولا يوجد أمام أمريكا غير فكر الإسلام السياسي الذي لا يعترف في الأساس بالقومية العربية، ويرى أنها مروقا بل وخروجا عن الدين أمام حلم عودة الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل سنة واحدة من قيام جماعة الإخوان المسلمين في مصر وانطلاقها فيما بعد كتنظيم دولي. التقت الرغبتان، يعني الإخوان المسلمين يبحثون دائما عن السلطة، فأمريكا عشان يعني تنفذ مشروع الشرق الأوسط الكبير كانت تبحث دايما عن القوى المؤثرة في المجتمع اللي في النهاية تستخدمها كمخلب قط للوصول إلى السلطة. أمريكا عندها يعني فرانسيس فوكياما قال إن العدو في القرن ال21 هو الإسلام. فهي أمريكا أصلا ما بتحبش الحركات الإسلامية، وأمريكا أصلا ما بتحبش الإخوان المسلمين، ولكن العدو ليها في القرن ال21 هو الحركات الإسلام السياسي كلها. فهي حبت تطلع حركة الإخوان المسلمين على السطح علشان تفشل الدولة المصرية وتفشلها، وبالتالي تحقق أكتر من غرض، إن هي تنتهي من الحركات الإسلام السياسي تماما لأنها بتكرهها. 2 إنها تستخدم هذه الحركات الإسلام السياسي في القضاء على الدولة المصرية ووقوعها. وده اللي اتقال في مشروع برنارد لويس عام 1983، قال أن العراق هو المحور التكتيكي، وأن السعودية هو المحور الاستراتيجي، وأن مصر هي الجائزة الكبرى. لقد نجحت واشنطن في تأجيج الخلافات السياسية عبر الخلافات العقائدية والمذهبية والعرقية دون أي تدخل عسكري مباشر، بل وصدرت إعلاميا حروبا في المنطقة العربية على أنها حروبا على أساس عقدي مذهبي كما هو الوضع في سوريا. إنه الدرس الذي تعلمته أمريكا جيدا من تدخلها في العراق وفي أفغانستان لتتحول إلى الجيل الرابع من الحروب، وهو تكتيك التدمير الذاتي للدول والحكومات دون أن تضحي بجندي واحد من جنودها. فالعالم العربي الآن يواجه الخطر من الداخل، لكن أوباما الآن لديه فرصة فيما تبقى من فترة حكمه الثانية حيث لن ينتخب رئيسا مرة أخرى. والسؤال: ما هي أولوياته الآن؟ I think the priorities are to some extent dictated by what we already confront. أعتقد أن الأولويات هي إلى حد ما تمليه علينا مواجهة ازدياد الصراع والتوتر في الشرق الأوسط، ومجموعة متنوعة من الجبهات في الشرق الأوسط، وليس فقط الجبهة التقليدية الإسرائيلية الفلسطينية، ولكن أيضا السورية وتأثيرها الأوسع في التوترات الإقليمية، وعليه مواجهة المخاطر التي تشكلها إيران. ثم وأبعد من ذلك، إذا نظرتم إلى خريطة العالم وإذا نظرتم إلى نوع من الحدود الجنوبية لأوراسيا بدءا بكوريا الشمالية من خلال بحر الصين والهند والصين وأفغانستان وباكستان وإيران والعراق وسوريا، ثم على طول الطريق إلى السويس ومصر، ومن ثم على طول الطريق إلى النيجر ومالي، نرى أننا نواجه حزاما حقيقيا لظروف قابلة للانفجار. Suez and Egypt, and then all the way to Niger and Mali. We are confronting a real belt of potentially explosive circumstances. الجيل الرابع من الحروب بترتكز على عدة نقاط رئيسية: العمل على إفشال الدولة، أن تبدو الدولة فاشلة، ثم زعزعة استقرار الدولة، ثم كنتاج لكل هذه المراحل الثلاث
فرض الإرادة على الدولة وتحقيق مصالح الدولة القائمة بهذا النوع من الحروب. هذه أمور تستطيع أن تجدها في نماذج عديدة للغاية حدثت على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط. حينما نتحدث عن الأكراد في العراق، فهو اقتطاع جزء ما حتى تبدو الدولة فاشلة. حينما تتحدث عن مناطق دارفور والجبهة الشرقية في السودان وعدم توافر هذه السيادة على هذه الجزئين من الأراضي، هو أمر أفضل يبدي أن الدولة فاشلة. حينما قامت الحرب تجاه ليبيا وكان هناك معسكرين رئيسيين، واحد ربما كان في البداية تحت السلطة المركزية للنظام والآخر كان موجود في الشرق، فبدت أن الدولة منفصل تماما عن السلطة المركزية الموجودة في طرابلس، فهنا تبدو أن الدولة فاشلة. هنا أيضا يبرز المحاولة المستميتة التي كان يحاولها النظام السابق الذي تم إزاحته بثورة 30 يونيو في المحاولة المستمرة للسيطرة على سيناء من خلال جماعات إرهابية، فتبدو أن الدولة المصرية فاشلة لعدم قدرتها على السيطرة على مجمل أراضيها. وأخيرا وليس آخرا، مع فضيحة كبرى جديدة للإدارة الأمريكية، وهي تجسسها على زعماء ورؤساء العالم لم تسلم منها حتى الدول الحليفة. فهل يا ترى ستكون هذه الفضيحة هي الأخيرة في عهد الرئيس أوباما، أم أن الطبع غالب؟ وهل سيترجل الكاوبوي عن فرسه أم تحمل له الأقدار شيئا آخر؟ إلى اللقاء مع الجزء الخامس والجيل الرابع من الحروب.